كورنر اشوف. هو نيمار. You will be there? For sure I will be there. Okay. For sure I will be there. How tall is Mbappe? 178. هي الحقيقة أنا في انتظار وصول هذا الخماسي العالمي، امبابي، نيمار، ماركينيوس قائد الفريق، وحارس المرمى دوناروما، والظهير الأيسر نونو مينديز. دقائق قليلة وراح يكونوا معي موجودين هون داخل هذا الملعب، وراح ألعب معاهم جميعا في 5 تمارين مختلفة. واسمع هاي المعلومة الجبارة، اليوم في معاي 10 صناع محتوى مؤثرين من كل دول العالم، كلهم جبابرة وأرقامهم بالملايين، ولكن تم اختياري أنا محمد عدنان لأكون المؤثر الوحيد من الشرق الأوسط والوطن العربي كاملا لأحضر هذا الحدث. في عندنا اليوم 5 لاعبين، كل واحد منهم ماسك محطة في الملعب، كل واحد رح نتمرن معاه تمرين ونتحداه تحدي جميل. طبعا كل الشكر لوزارة السياحة القطرية وفيزيت قطر ونادي باريس سان جيرمان على هذه الدعوة الرائعة. جاهز تطلع معي باليوتيوب حبيبي؟ اطلع معك افا عليك. طبعا يا جماعة هذا أفضل قافز في العالم. وين؟ معتز برشب البطل العالمي صاحب ميدالية أولمبيات طوكيو الأخيرة. طبعا على المستوى الشخصي على المستوى الشخصي طبعا ما بقدر أتكلم عنه، ولكنه أفضل من يقوم الوثب الطويل، صح رسميا؟ الوثب العالي رسميا، الوثب العالي. وصلوا رسميا، وصلوا لعبه رسميا بتقدر تميز دوناروما من بين الجميع بطوله الهائل. طبعا زي ما شفتوا وصلوا اللاعبين، والان مباشره كل واحد منهم اخذ مكانه حتى انهم يغيروا ملابسهم هم كمان. الان هم قاعدين بيغيروا، يمكن عادل يقدر يجيب لنا لقطات مقربه لهم. دقائق قليله وبدخلوا الملعب. زي ما شفتوا الان وصلوا اللعيبه ال5، اخذوا الصور التذكاريه، كل واحد منهم اخذ منطقته. رح ننطلق الان بالتمرين، انتم جاهزين؟ احنا الان في محطه العملاق الايطالي جانلويجي دوناروما ابن 23 عام. 23 عام وبدا في عام 2016 يحرس مرمى نادي ميلان وعمره 16 سنه يا جماعه. هذا العملاق الذي احدث الضجه الكبيره في صيف العام الماضي لما خرج من الميلان وانتقل لنادي باريس سان جيرمان ليفوز بالامس بجائزه افضل حارس مرمى في فرنسا لهذا العام. هذا هو جانلويجي دوناروما، حارس مرمى المنتخب الايطالي وبطل اليورو الاخير 2020 بعد تصديه ل3 ركلات جزاء او 3 ركلات ترجيحيه في المباراه النهائيه. راح اساله عن هذا الموضوع بعد شوي. هاي هاو ار يو؟ I will play with you. I will ask you just one question. ما هو السر في التصدي ل3 ركلات جزاء في المباراه النهائيه لليورو 2020؟ Give us the secret. The secret big. What do you mean big? Easy for me. طبعا جميل يا جماعه، فرق الطول عملاق. بقول له ان انا افضل حارس في التاريخ، عمري ما استقبلت هدف في حياتي. And all my fans they know that. والله حقد يا اخوان، حقد. Go. يلا اوه قرأها والله قرأها صح وحلق والله. يلا حط له تشيب. صدقت ورب الكعبة، صدقت. اوكي يلا لاست وان. هلا دوناروما، معتز فيك دوناروما. ما فشل فيه ساكا وراشفورد، فعلتها انا. بسجل على افضل حارس مرمى في العالم. He is the best in the world. هذا هو جانلويجي دوناروما يا جماعه. سعيد جدا الميلان سيحقق الدوري الايطالي. هذا هو جانلويجي دوناروما يا جماعه.
لا التمرين مع دوناروما كان خرافي يا جماعه، هو على المستوى الشخصي خرافي ومزيح، على فكره شاب صغير يعني زي المتابعين زينا يعني بيحب كره القدم وبيحب السوشيال ميديا. اخر وجهي كثير انا جاي من باريس لقطر وجاي متوج جالس تقضي حزمه في فرنسا على اساس انه ايفنت وهيك، تعال حننبسط فيك. حموده سقط له ورجع على امريكا. اما هون راح نتعلم الدربلينج والمراوغات مع افضل مراوغ في العالم، بتكلم عن نيمار جونيور. هو مش حلعب عن نيمار، هون حعدي عن نيمار. رقصته معقول بس راح ارقص بس باذن الله هو ما راح اسمح له يرقصني. How are you? This is محمد and this is my channel. انت واحد من امهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم. Yes. هل ترى من هو امهر منك جاء يوما ما؟ الفكرة هو اني امنع نيمار من التسجيل في مرماي يا جماعة، وهذا صعب تواجه واحد من افضل لعيبة العالم على الاطلاق. هو نيمار. دمر نيمار. لهذا السبب هو افضل لاعب مهاري في العالم. Thank you. كيف ترى قطر والاستعدادات لكأس العالم 2022؟ Acho que vai ser uma grande Copa do Mundo, num país que é diferente da cultura de qualquer um, mas eu acho que está tudo preparado para receber a todos. احنا مبسوطين جدا لوجودك هنا معنا في الدوري. ثانك يو. طبعا شفتوا يا جماعه شو عمل فينا نيمار، في لحظه ما فكرت حدا راح ياخذ الكره منه، واذا بي في مهب الريح يا جماعه. الحمد لله مسكت الكره في الاخير، لو دخلت جول مصيبه. صح انه على فكره انا عملته الليجل مش شرعي على الاطلاق يعني، بس هذا هو نيمار وهذا هو ان تلعب مع نيمار. كلكم طلاب الاكاديميه هون؟ ما شاء الله ما شاء الله عليكم. راح ابدا مع قائد نادي باريس سان جيرمان المدافع المتميز، احد افضل 3 مدافعين في العالم، ماركينيوس. طيب اللي حاصل هون ان حكون انا وماركينيوس مكاننا داخل هذا المربع، واحد ورا الثاني حيكون عندنا 12 كره راح نستلمها من الاطراف، عندنا 4 مرمى زي ما انتم شايفين. الهدف هو كم واحده بتسجل من ال 12 كره داخل الاربع اهداف. هذا هو باختصار التمرين، تحدي بيني وبين ماركينيوس. لما نحكي عن ماركينيوس ونتكلم عن واحد من افضل قلوب الدفاع في العالم، هذا هو قائد نادي باريس سان جيرمان، هذا هو اللاعب القادم من نادي روما، هذا هو اللاعب صاحب المتر 83 سم، اللاعب الذي حسم كثيرا من المباريات طبعا بقوه الجمب والهوائي عنده والتسجيل بالمرمى. Do you think that you are one of the best 3 central backs in the world? Me? Yes. Me, I think. Yes. It's hard. I think. It's hard. I think. Thank you. I think. Thank you. I It's- think. It's better the others talk it for Yes. for me than me talk it to طبعا me. هذا نوع من انواع التواضع. ماركينيوس يقول انه الناس لازم تحكم عليه. The other thing، انت لست واحد من طوال القامه، من مدافعين طوال القامه، ومع ذلك تحسم كثيرا من الاهداف براسك. Yeah. There's a training, movement, and I like the score. I like the go for the ball and score the goal and وقرأت feeling. يس وقرأت لعبة الشعور وقرأت لعبة كذلك. من هو افضل قلب دفاع لعبته الى جواره؟ تياغو سيلفا. تياغو سيلفا. It's easy. Yeah? Yes. يلا سجل واحدة من 3. عز حلو. من 12 سجل 8 ماركينيوس، رفع التحدي علينا عالي جدا. 1 باي 1 اوكي. من 12 محاولة سجلنا 4. واضح انه الارتباك ورفع علينا التحدي كثير ماركينيوس. ماركينيوس قلت 8، سجل 8 ماركينيوس، انا 4. النصف رسميا، خسرت رسميا. See you. Thank you. والآن ننتقل للمحطة اللي بعديها، كيليان مبابي حديث الساعة. طبعا جدير بالذكر انه كيليان مبابي قبل 9 ساعات فقط يا جماعة كان هناك في فرنسا في حفل توزيع جوائز الاتحاد الفرنسي لهذا العام، ومع ذلك الآن بعد 9 ساعات من باريس إلى الدوحة إلى هذا الحدث. How are you, Kylian? How are you? Good. By the way, I'm one of the best fans for you in the world. Best fans of France national team in the world. I think I'm the best supporter for the France national in the whole world. Yes. We are coming soon to Qatar for the World Cup. You will be there? For sure I will be there. Okay. For sure I will be there. I didn't miss any match for France national team since 1998, even friendly match or an official match. Really?
even friendly or an official match? Ask him any question about the France national team. Any question. You know all the players. For sure. You know How everything. tall is Mbappe? 178. The number 6 of the national team. No? Paul Pogba. Okay, but No, it's easy. no, it's easy. In 1998 he was Yuri Jokeyev. Yeah. You started with number 12. 29. 29? There is no 29. 29? There's no 29. How is 20? But this is your number when you start with PSG. Yeah. I know. You have a short memory. Good. انت طورت عندك مهاره القدوم من هناك ولعب الكره الملتفه هذا الموسم this season. ايش السر في ذلك؟ I work a lot in training, extra training. When I finish the training, I love to shoot with the coach to see some situation of the game, to improve my game, to be a more complete player. And this season it was good, I think. بعمر 19 كنت بطل العالم مع المنتخب الفرنسي، هل ما زال عندك شغف؟ Yeah. Even bigger. Even a bigger motivation because now I know what is to win a World Cup, and I want to win again. And everybody know it will be an important moment for everybody in France and in the world, and we're gonna win. So that please we World need it. We need it. Let's play. Let's play. يلا let's play. Cup. Okay, I give you the ball. It's good, man. It's good. هذا هو كيليان امبابي موهبة العصر الأولى، شاء من شاء وأبى من أبى. Biggest talent in the world. Waiting for you in France with France Thank national. you. We are coming. معنا يا جماعة هنا نونو مينديز، واحد من أفضل الأظهرة اليسرى في العالم حاليا. He's just 19 years old. نعم. لاعب فرض نفسه في التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان بلمح البصر. How are you? Good. You are ready? I'm ready with you. يلا. I want to see you first. اوكي. شفتوا ستايل لاعب الظهير المؤسس في مركزه بشكل صحيح؟ نونو مينديز يا جماعه يتوقع ان يكون الظهير الاساسي للمنتخب البرتغالي في كاس العالم قطر 2022. نونو مينديز من ترى انه افضل ظهير ايسر جاء في تاريخ كرة القدم؟ روبرتو كارلوس. اوكي. روبرتو كارلوس، تعلم انك انسان محظوظ جدا باللعب الى جانب كريستيانو وميسي يعني لعبت مع هذول الاسطورتين، تعلم انك محظوظ، كيف هو شعورك انت كلاعب؟ Sim, jogo com os melhores jogadores do mundo. Messi, Ronaldo, também tem Neymar, Mbappé, واو. grandes jogadores e sinto-me privilegiado por jogar com eles. I'm glad to see you. Thank you. وزي ما شفتوا وصلنا لنهاية التمرين مع هؤلاء اللعيبة الخمسة الماستر كلاس، ولكن هل انتهى هذا اليوم مع باريس سان جيرمان؟ لا والله ما انتهى، ويقال انه بعد شوي في بيننا وبين ميسي لقاء. تعالوا. الكل بانتظار لحظة وصول الداهية البرغوث ليونيل ميسي يا جماعة. لحظات قليلة وميسي راح يكون متواجد في هذا المكان. ايش هذا المكان؟ هذا هو عبارة عن فعالية تجمع بين شركة أوريدو المشغل الرسمي للاتصالات لكأس العالم قطر 2022 بالشراكة مع باريس سان جيرمان، عاملين ايفنت لطيف دعونا عليه لنلتقي بليونيل ميسي. تعالوا. وهي هي الكرة الذهبية السابعة من فرانس فوتبول المتوج بها ليونيل ميسي، واللي فرق فيها بفرق كرتين ذهبيتين عن الدون كريستيانو رونالدو. هل من كرة ثامنة؟ هذا هو السؤال. لحظات قليلة وراح تشوفوا إن شاء الله ميسي وبقية اللاعبين طلعوا من هذا المصعد. اوكي، وصل ماركو فيراتي ووصل ليونيل ميسي، موجودين الان معنا في هذا المكان. زي ما انتم بتشوفوا الصحافه والاعلام في كل مكان بتوافدوا عليهم، وكذلك عندنا دي ماريا زي ما انتم شايفين، واندر هيريرا ونيمار كلهم موجودين. طبعا هذا هو الحرس الالكتروني الذي يقال انه الحرس الذي لا تخترق شباكه على الاطلاق. الناس ما بيعرفوا التريك تبعه، التريك تبعه هو عباره عن سنسور، اذا انت عليت السنسور على الاخر لن يستقبل اهداف الى يوم القيامه، اذا خليته على النص او متاخر ممكن انه يتسجل في مرماه. طيب يلا حط له اياها في الكورنر اشوف. ميسي حسجل ولا لا؟ انا خلت توب انجل اتس ايزي توب انجل.
غششتهم واعطتهم السر في ذلك. حطوها في الزاويه العاليه، في الزاويه بعيد عنه، بامكانك انك تسجلها. واو، فعلها نيمار. اللي نجح نيمار بذكاء، ما استخدم القوه، استخدم الذكاء، فهم الفكره. اوكي، اللي حاصل حاليا انه اللعيبه الخمسه موجودين في اماكنهم وبياخذوا الاوتوغراف، بيوقعوا للناس على تيشرتات او على مستلزمات او اي شيء يعني. مع هالحشد الغفير الموجود وراي يا جماعه، زي ما انتم شايفين الكل بيحاول يتصور مع الخماسي الباريسي. بكون وصلت معكم لنهايه يوم جميل جدا من التاريخ مع نادي باريس سان جيرمان. اتيحت لي فرصه كنت اتمنى لو اشاركها معاكم او تكونوا موجودين او اخذ منكم المجموعه من المتابعين ويكونوا معي ويعيشوا معي هاي التجربه، ولكن ان شاء الله اني قربتكم من اللاعبين وقربتكم من اجواء هؤلاء اللي هم يعتبروا افضل لعيبه العالم في فريق نجوم العالم نادي باريس سان جيرمان. ملتقانا يتجدد بحلقات استثنائيه دائما وابدا. اذا بتتابع محمد عدنان انت انسان محظوظ. هل يعقل انك بتتابع هذا المحتوى ومش عامل اشتراك ولا عامل لايك للحلقه اللي عملت لك اياها، هذا المحتوى الذي لا يمكن ان تراه في اي مكان اخر في محتوى كروي؟ لايك، اشتراك، تابعوا الحلقات السابقه، وبكرر شكري مره اخرى لوزاره السياحه القطريه ولأريدو ولنادي باريس سان جيرمان على هذه الفرصه اللي اتاحوا لي اياها. شكرا عادل، شكرا عز الدين، نراكم على خير جميعا. سلام عليكم.